ماذا عن القادم؟ كيف يتعامل متكوفيتش مع المباراه القادمه؟ يحتاج فقط الى نقطه لضمان التاهل الرسمي الى كاس الامم الافريقيه. اظن انه راح يقوم بعمليه التدوير، يعني يمتلك العناصر لكي يلعب بتشكيلتين، وراح تلعب خارج الديار. ممكن يغير في طريقة لعب مثل ما عملها أمام ليبيريا، فيها عناصر ممكن تكون أساسية في المباراة القادمة، خاصة الرباعي اللي يدخل في نهاية المباراة. أظن راح يكونوا أساسيين، يعني يمتلكون الانتعاش البدني، يمتلكون المهارة الفنية، ويمتلكون السرعة. عندما تلعب خارج ديار في إفريقيا تحتاج إلى لاعب سريع مثل عمورة اللي يخلص لك المباريات، اللي تحتاجه في الكرات الطويلة، خاصة تلعب أمام فريق التوغو راح يلعب مختلف. ممكن توغو يضغط عليك منذ بداية المباراة، تحتاج إلى نوعية هذه اللاعبين اللي تكون أفضل. لاعبين الوسط أيضا دخول بوداوي كأساسي ببداية المباراة. عندك بعض اللاعبين حتى في الدفاع، لما لا فارسي يبدأ كأساسي، لما لا ممكن يلعب بالثلاثة مثل ما عملها من قبل. تحتاج عندك حجام على الجهة اليسرى في مكان آيت نوري، عندك البدلاء. إلا في محور الدفاع أنا من الأشخاص اللي أريد أن أبقي على محور دفاع. مهم جدا ثبات في محور الدفاع إلى المباريات اللي يكون تثبيت بين سبعين وتوجاي. طوغاي وبن سبعيني، لانك ما عندكش خيار اخر. والاطراف ظاهره الجنب، الاطراف عندك البديلين. ممكن يعني حتى فارسي يكون افضل، لانه مندي اليوم خاصه في الشوط الاول عانى كثير في الشوط الاول، وربما عطال يعود كمان، وعطال ممكن يعود. عطال مصاب موجود هنا في الدوحه، مش هيلحق المباراه القادمه. ممكن في المباراه القادمه او المباراه اللي بعدها في التربص القادم غالبا لن يلحق بالمباراه القادمه. عطال لن يلحق بالمباراه القادمه، صعب. لا عندك فارسي، عندك رضواني استدعاهم على الاقل. عندما تستدعي لاعبين ممكن يكون فرصه امام اللاعب ويشوف حتى مستوى اللاعب، حتى في المستقبل تكون عندك اصابه، تكون عندك حلول اكثر من الدكه. وعندنا الحلول في دكه الاحتياط. عندما تشوف الاسماء الموجوده، الربع الاسماء اللي دخلوا مازا، عموره، قويري، فارسي، بوداوي، 5 لاعبين اعطوا اضافه، اعطوا انتعاش بدني اقوى، اعطوا فعاليه في الهجوم. ولهذا نتمنى المباراه القادمه تكون افضل. احنا دائما نتمنى الافضل للمنتخب الجزائري، في بعض الاحيان ننتقد ولكن انتقاد يكون بناء. تكلمنا على نقطة مهمة، الكل شاف هذه النقطة، وإن شاء الله المستقبل يكون أفضل للمنتخب بمشيئة الله. كابتن رفيق شغل يضيع. ولهذا في الأوقات القوية والأوقات الضعيفة في الأوقات الضعيفة كنا ممكن مع فريق كبير مثل ما قال هيثم تلعب مع منتخبات ليفل عالي، ممكن تتقبل اهداف. ولهذا يكون الصلابه الدفاعيه. اقوى فريق واللي يفوز بالبطولات وفي الاختبارات الصحيحه هي المنافسه الافريقيه او التاهل لكاس العالم. هذه هي اللي تختبر المنتخب وقوه المنتخب. ولو كنت قوي ممكن تذهب بعيدا وتفوز بالبطولات، لازم تكون عندك صلابه دفاعيه قويه، منظومه ككل. ما نتكلمش الا على الدفاع والوسط والهجوم. المنظومه الدفاعيه تكون قويه. كابتن هيثم، من أجل تثبيت الشكل الدفاعي لأي منتخب، هل من المنطقي أن يلعب بنفس تشكيلة الدفاع في كل مباراة، ولا هذا منتخب يعطي فرص لبعض اللاعبين ويبدل؟ هو بدون شك الأسماء اللي بتلعب في خط دفاع منتخب الجزائر أسماء رنانة، بتلعب في أندية كبيرة جدا، دوري اسباني، دوري الماني. لكن رفيق الحارس ما فيش ثبات في التشكيله. صحيح. كل مباراه بخط دفاع جديد. حتى الحارس اتغير. انا كمدرب لازم اضع حلول لهذا الموضوع، او انا احط ايدي على نقاط الضعف. هل في مشاكل مثلا في السرعات؟ هل في مشاكل في التغطيه؟ هل في مشاكل في الرقابه؟ هل ما فيش تجانس بين بعض اللاعبين؟ وبعد كده ابتدي اضع الحلول، اوظف اللعيبه. ممكن اغير التكتيك، ممكن بلعب 4، ممكن العب 3. لعب المباراه الماضيه 3 صحيح، لغايه ما اوصل لانسب الحلول. جايز يخش الخلل في المدافعين، ممكن يكون في خط الوسط. صحيح. يعني الناس تعتقد ان لو دخل في المرمى هدف من حارس المرمى والدفاع، لا، ده من اول المهاجم. صحيح. ما يضغطش على المدافعين، يبتدي الفريق الثاني يعمل عمليه بيلد اب بطريقه صحيحه، يتدرجوا بالكوره لغايه ما يوصلوا نص ملعبي. تبص تلاقي لعيبه خط الوسط ما بيغطوش على المدافعين، منطقه زون 14 ناس بتصوب. فكل الحاجات دي هو مدير فني كبير وله اسمه وبياخد مرتب مش قليل، فعشان كده هو قادر على احداث التغيير. وانا اشوف ان اداء منتخب الجزائر رائع،
في خط الوسط وفي الهجوم، ولكن هي المشكله في عمليات التحولات الدفاعيه، لان ما عندكش اللاعب القادر على افتكاك الكره بشكل كبير، يعني لان كل العناصر مهاريه، لعيبه كوره حريفه زي رفيق كده، فما تلاقيش يقدر يقوم بالواجب الدفاعي. اصعب حاجه ان انت تقدر تقوم بالواجب الدفاعي وتنزل على الارض وتتزحلق وتهين نفسك وتقدر تستخلص الكوره، لان ده مهم برضو زي ما هو مهمتك تحافظ على الكوره او تسجل اهداف او تراوغ المنافسين. الجزائر الحقيقه منتخب عريق ومنتخب وصل الى قمه الهرم الافريقي في 2019، كان ادائهم ممتع. صح. ولما اخذوا كاس العرب هنا في الدوحه والكل توقع ان هم هيكونوا لا محاله في كاس العالم في قطر 2022، ولكن حصل اخفاق كبير جدا الحقيقه، حظهم كان عثر حتى في افريقيا اللي فاتت واللي قبلها، لان الجزائر انا واحد من الناس انا فتحت عيني على منتخب الجزائر في اسبانيا 82، عندي 11 سنه اتفرجت على الجيل العظيم، السرباح، بلومي، ماجير، علي فرجاني، ماجير، الاخضر بلومي، عصاد، الناس جندوز، الناس دي كانت الحقيقه بتقدم كره مميزه، وكان الواحد بيستنى ماتشاتهم بفارغ صبر. وهذا الهدف شارك في كل البدلاء. صحيح، كل التبديلات شارك في هذا الهدف. في تعاون جميل جدا، تعاون، يعني واحد نازل يقول لك تيجي 4-1 اسجل عشان اسمي اتحط سكور شيت، لا ده بيفضل زميله، انا ممكن اسجل بنسبه 60%، انت تسجل 80%، رفيق سجل 100%، ففي تعاون كبير جدا، والحقيقه من اجمل الاهداف اللي شفتها، لان هدف فيه تعاون ولا يعتمد على الفرديات. تمام، هذه طبعا كانت اطلاله مشاهدينا حول الاداء الدفاعي للمنتخب الجزائري، وهي علامه الاستفهام الوحيده حتى الان في الاداء في هذه المرحله وتحديدا في هذه المباراه. اتفق طبعا كابتن هيثم والكابتن رفيق على ان لابد من اعاده النظر في منظومه الدفاع بالكامل للمنتخب الجزائري، بدايه من راس الحربه الى طبعا خط الدفاع. ماذا عن القادم؟ كيف يتعامل بيتكوفيتش مع المباراه القادمه؟ يحتاج فقط الى نقطه لضمان التاهل الرسمي الى كاس الامم الافريقيه. اظن انه راح يقوم بعمليه التدوير، يعني يمتلك العناصر لكي يلعب بتشكيلتين، وراح تلعب خارج الديار، ممكن يغير في طريقة لعب مثل ما عملها أمام ليبيريا، فيها عناصر ممكن تكون أساسية في المباراة القادمة، خاصة الرباعي اللي يدخل في نهاية المباراة، أظن راح يكونوا أساسيين، يعني يمتلكون الانتعاش البدني، يمتلكون المهارة الفنية، ويمتلكون السرعة. عندما تلعب خارج ديار في إفريقيا تحتاج إلى لاعب سريع مثل عمورة اللي يخلص لك المباريات اللي تحتاجه في الكرة. كما سمعنا جميعا ماذا قال الأسطورة الجزائرية الأخضر بلومي في تصريحات حصرية لقنوات بي ان سبورت، تحدث بكثير من الأشياء، أكيد من أبرزها إنجاز والتظاهرة التي فعلوها في 1982 بالفوز على ألمانيا الغربية بهدفين مقابل هدف. كذلك تحدث عن المنتخب الوطني الجزائري بقيادة بيكتوفيتش، قال بأن المدرب يلزمه الكثير من الوقت للتعرف على اللاعبين داخل وخارج الجزائر. كما نعلم جميعا بيكتوفيتش الذي بدأ منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني الجزائري خلفا لجمال الماضي المقال من منصبه بعد 3 خيبات متتالية مع المنتخب الجزائري، نسختين في كأس أفريقيا وعدم التأهل إلى مونديال قطر 2022. بيكتوفيتش كما يسلمنا ذكر بدأ مهامه في شهر مارس الماضي، فوز على بوليفيا ب3 أهداف مقابل هدفين، وتعادل أمام جنوب أفريقيا ب3 مقابل 3. على الصعيد المباريات الرسمية، بيكتوفيتش بدأ شهر جوان الماضي بخسارة نعم هنا بالجزائر ب2 مقابل هدف على ملعب نصر مانديلا، لكن بعد 3 أيام فاز على منتخب أوغندا خارج الديار بصعوبة نعم بنفس النتيجة ب2 مقابل هدف. لكن في تصفية كأس العالم يجب الفوز و3 نقاط للبقاء في الصراع للتأهل إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026. حتى الآن المنتخب الوطني في صدارة مجموعاته بعد مرور 4 جولات عفوا. منتخب موزمبيق كذلك بنفس رصيد المنتخب الجزائري ب9 نقاط مناصفة معه في الصدارة. كذلك نتحدث عن نجله محمد بشير بلومي الذي يلعب في البرتغال. كانت عروض حسب الصحافة الجزائرية تقول بأن بلومي الصغير سوف يذهب إلى مارسيليا، ولكن لم حتى الآن لا يوجد خبر رسمي يؤكد ذلك. إن شاء الله بالتوفيق للمحترفين في كل مكان. وهو الشباب بكم قبل صنع فيديو ما تنسوا العمل باللايك فيديو واشتراك وقناة الجرس الجرس قريبا. السلام عليكم.